السلام عليكم، معكم سناء مساعدة الصيدلي. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم مرة أخرى في القناة، وشكرا لكم كاملين على الدعم، شكرا على البارطاج ديال الفيديو ديالي. اليوم إن شاء الله جيت ندوي لكم على واحد التحاميل أو واحد الكبسولات المهبلية. جاوني عليهم بزاف ديال التساؤلات، وأنا جاوبت البعض وقلت غندير فيديو هكا كلشي يستافد ويفهم مزيان. كان من بعض التساؤلات هي واش فريمون كينشفوا الوالده، واش زعما فريمون كيصلحوا الجفاف المهبل، واش تيحيدوا الفطريات، واش تينقصوا لنا من هذوك الالتهابات. بزاف ديال الاسئله عليهم، والاكثر سؤالا اللي كيتكرر هو واش بوليجيناكس كتساعد على الحماله. هذا السؤال هذا تعاود عندي بزاف ديال المرات، في الاسئله اللي تطرحوا عليا في زعما على ود هاد بوليجيناكس. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نقول لكم شنو هما بوليجيناكس، وشكون هما الناس اللي ما ياخذوهمش، وشنو هي الطريقه ديال الاستعمال ديالهم، واش فعلا كتساعد الناس اللي باغا تحمل او لا. اولا غادي ندوي لكم على المكونات ديال هاد بوليجيناكس. بوليجيناكس كتكون لنا من 3 ديال المكونات اللي هي السلفات نيوميسين، سلفات بوليميكسين بي ونيستاتين. هاد المكونات هادو 3 هي عباره عن مضادات حيويه اللي كتقضي لنا على الفطريات اللي كتواجد في المهبل ديال السيدات. المهم اول حاجه غنتكلم لكم شويه على هاد الكبسولات المهبليه. اغلبيه الاطباء كيخرجوه لاغلب النساء اللي كيكون عندهم مشكل ديال افرازات مهبليه، الناس اللي تيكون عندها مشكل ديال الالتهابات في المهبل، كذلك الناس اللي كتكون عندهم مشكل ديال عدوى فطريه، يعني كتكون عندهم فطريات في المهبل ديالهم، وكذلك الناس اللي كتكون عندهم مشكل ديال الحكه، هذيك الحكه اللي كتكون ناتجه على هذوك الافرازات المهبليه. راه اوتوماتيكمون ملي كتكون افرازات مهبليه كتكون عندنا الحكه، وكاينين الناس اللي كيعانيو من هذيك الحكه بزاف وباستمرار. المهم غادي نحاول ندوي لكم على هذا المشكل هذا بالضبط، وكذلك النساء اللي كتكون عندهم مشكل ديال الافرازات الكريهه او الرائحه الكريهه، او كتكون عندهم هذيك الحموضه في المهبل. كذلك تيخرجوه او تيوصفوه الاطباء للنساء اللي كتكون عندهم جفاف في المهبل. كما كتعرفوا اغلب النساء كتعاني من هذا الجفاف في المهبل اللي كيسبب لهم احراج ومشاكل في العلاقه الزوجيه. هذا علاش اطباء الجلد بحكم التركيبه ديالو كيخرجوه للنساء اللي كتكون عندهم كيكون عندهم هذا المشكل هذا ديال الجفاف ديال المهبل. ندوزو دابا الطريقه وطريقه الاستعمال، طريقه وكيفيه الاستعمال. ما يمكنش لك اولا تاخدي بوليجيناكس اولا انتي تحددي مده الاستعمال ديال بوليجيناكس. خاص ضروري الطبيب ديالك هو اللي يحدد لك المده ديال الاستعمال ديال البوليجيناكس، حيت انه حتى الصيدلي ديالك ما يقدرش يحدد لك زعما المده اللي تقدري ديريه، بحكم انه فيه بواطه ديال 6 ديال لي كابسول وفيها بواطه ديال 12. الصيدلي ما يقدرش، حيت الطبيب هو اللي يقدر يحدد لك المده ديال الاستعمال. واش تكفيك بواطه ديال 6 ايام سيجور، ولا ما تكفيكش تقدري تاخدي، حيت الطبيب هو اللي كيشوف الحاله ديالك وكيعرف الحاله واش واش 6 ديال لي جو 6 ايام غادي تكفيك على هذاك المشكل اللي نتيا عندك، او لا ضروري خصك تزيدي بواطه اخرى باش تكملي 12 يوم. المهم الطبيب ديالك هو اللي يقدر يحدد لك مده الاستعمال، ماشي نتيا وماشي الصيدلي هو اللي غادي يحدد لك مده الاستعمال. هاد بوليجيناكس هادو زوينين بزاف للنساء اللي فعلا كيعانيو من هذوك الافرازات اللي كتسبب لهم الرائحه اللي كتكون عندهم في المهبل، اولا في هذوك الافرازات المهبليه كتكون عندهم واحد الرائحه اللي كتسبب لهم واحد الاحراج كبير مع الشريك ديالهم، اولا مع راسهم كتسبب لهم واحد الاحراج. المهم ما كيكونوش مرتاحين. فراه هذوك الافرازات اولا هذيك الحكه اللي كتكون عندهم باستمرار فهي ناتجه على هذوك الافرازات اللي كتكون عندهم في المهبل ديالهم. فبوليجيناكس راه كيهنيوك نهائيا من هذاك المشكل بمره.
هذا من جهه. دابا غادي ندوزو لطريقه الاستعمال ديالهم. اولا ما تقدريش ديري بوليجيناكس وتبقاي تحركي بهم. دونك فراه هما كيتخداو بالليل، صافي تتكوني ساليتي وباغا تنعسي، ما بقاش غادي تنوضي مازال، ولا غادي مازال عندك كتقضي شي حاجه، تكوني صافي شاده الفراش ديالك. واولا قبل ما تستعمليهم غادي تكوني هذا توضيتي بلو جيل انتيم ديالك، توضيتي به مزيان، غسلتي مزيان وتنشفي بواحد الفوطه ديالك اللي كتكون خاصه بهذيك المنطقه. تنشفي مزيان، حيت حتى المشكل ديال هذيك الرطوبه اللي كتبقى عند النساء في المنطقه الحساسه راه كتسبب لهم هذوك المشاكل كاملين، تقدر تسببهم لهم هذيك الرطوبه. المهم من بعد ما نغسلو كنشفو مزيان، عاد كناخدو واحد بوليجيناكس. طريقه الاستعمال خاصك منين ديريها واحد غتبقاي واحد قسم ما فيها باس ولا قسمين ديريهم وانتيا هكا رجليك يكونوا بحال كما كنقولوا تلصقي هكا، تهزي رجليك مع الحيط باش هكا هادوك بوليجيناكس يقدروا يشدوا البلاصه ديالهم ويمشيو يطلعوا مزيان للمهبل اولا للوالده ديالك باش ما يهبطوش. كان اللي كديرها اون فوا كتستعملها وكتوقف كتجي كتقول لك راه كنديرها وكتهبط، كنوقف ولا نبغي نوض هكا نتحرك ولا نشرب ولا ندير شي حاجه كتهبط، راه غلط. راه خصك اون فوا ديرها صافي ما تنوضيش، تهزي رجلك واحد شي شويه للفوق، تلصقيهم شويه مع الحيط بحال هكا ولا مع شي بلاصه تهزي، المهم رجليك يكونوا مهزوزين شي شويه باش هكا تشد تقبط بلاصتها. المهم كما قلت لكم مده الاستعمال راه الطبيب اللي كيكون محددها لكم، واش 6 ايام او لا 12 يوم. هذا من جهه. من جهه اخرى السؤال اللي الاكثر كيتعاود هو واش فعلا كتساعد على الحماله. واحد السيده قالت لي بلي راه دارتها واحد جارتي، ما كانتش كتحمل، كانت مزوجه واحد 2 ولا 3 سنين، اون فوا خدات هاد بوليجيناكس واحد شهر ولا شهرين وهي تحمل. هما ماشي هما اللي كي هما السبب الرئيسي في الحماله ديال السيده، ولكن اون فوا اي سيده عندها مشكل ديال الالتهابات ولا فطريات مهبليه في المهبل ديالها، ولا كيكون عندها فطريات داخل المهبل ولا حموضه، راه اوتوماتيكمون ما يمكنش تحمل. هذيك السيده ربما استعملاتهم كان عندها مشكل ديال الميكرو الطفيليات ولا الفطريات في المهبل ديالها، هما اللي ما كيخليوش ليها هذوك الحيوانات المنويه باش تعيش، بحال تكون كيقتلوا هذوك الحيوانات المنويه اللي تكون في المهبل ديالها اللي فعلا هما السبب باش كتحمل. اون فوا استعملات هادو تقولي بحال نظفات المهبل ديالها، نظفاتو ولا نظيف، هما داكشي باش ساعدوها انها تحمل، اما هما ماشي يكونوا السبب الرئيسي في الحماله ديالها. بمجرد انها استعملت بوليجيناكس بحال تقولي نظفات المهبل ديالها من هذوك الفطريات اللي ما كيخليوش ليها هذوك الحيوانات المنويه تعيش داخل المهبل ديالها، ولكن من نظفات المهبل ديالها قدر الله ساعدوها انهم يوقع الحمل. هذا ما كاين، هذا الشيء هو هذا هو المحتوى ديال الفيديو ديال اليوم ان شاء الله. هما الشكل ديالهم كما كتشوفوا راه دايرين على شكل البيضه، بيضاويين الشكل هكا. مهم كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، تكونوا استفدتوا بزاف، وما تنساوش الى عجبكم لا فيديو بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم. كنقول لكم بالسلامه عليكم في فيديو لاحق ان شاء الله. شكرا على المشاهده، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.